يا سيادي جالسين معلنا ما بينا حتى القضية بصح شبكات. كان معكم من أهدى مكان في العالم نادر سيف الدين من قناة الحياة. الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فاخر. نايضة ديال بصح، نايضة قسما بالله تقول فيلم كنتفرج فيه. الكيان والميريكان تحالفوا ضد إيران. إيوا الشرق الأوسط فوق راسو الصواريخ كيطيروا. اسود بنجل، اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب، مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. شويه ايران جهه وحده وبدات كتخلط كلشي، كتضرب في المنشآت السكنيه ديال دبي وقطر والكويت وحتى الامارات. ايران خرجت بواحد البلاغ دابا، قالت لهم هاد السليحه اللي كنضربكم دابا بها صواريخ وهادشي اللي كنضربكم غير الخرده. هادي القشاوش ديال عاشوره ماشي شي حاجه اللي غندير لها. تعب راسك انت حبه يا بنت. المهم قالت لهم السلاح اللي غادي نضربكم به غير متوقع، قالت لهم ها وجدوا راسكم. غدا لا خير دير. ايوا الدول كلشي خرج ببلاغ الادانه ضد ايران، تضامن كلشي مع الشرق الاوسط الا التبون. رئيس الجمهوريه الجزائري اللعين تيبون هذا قطع الحس في مرة وما خرج بحتى شي بلاغ، لا يندد ولا يدين، وقلب على صحيبو خامينكو في مرة، ما تضامن مع حد، شد كاشة وتكمش وصيفط مول الكالة يندد بلاصتو ويتضامن مع خمينكو. تبون بقى بعيد وخلى مول الكالة يدين. نوريك الخطه نتاعي انا. ايوا عينيكم ما تشوف الا النور، كيف حط التدوينه من هنا، كيف كيطيح فيها الامير ديال قطر من هنا. ايوا عطاه من المنقي خيارو. حفيظ طارجي حصلتي حصله ديال الكلام. ايوا الاخوان الدراجي بقى يطير بودنين مشق الرجلين تحشات له ديال بصح. انا جاوبوا الامير ديال قطر، ومن جابوا الامير ديال قطر قال لهم اودي الناس هاد حفيظ تمادى بزاف، ما خاصهمش يبقاو خدموا، خاصك تمشي بحالك دابا صافي، ترجع للكراغله، ترجع عند بني كراغل. عودوا الى الجزائر لا نريد شيئا. اي واحد دارو التبون صحيبو كيضرب والديه النحس. نبداو من ماكرون، نهار تعانق مع التبون من هنا ضد فينا، من بقات معاه مرتو من هنايا. الزوبي خارج من الطياره بحال اللي بايل تحتو، ما كراش الارض تشق وتبلعو، كمدها في قليبو وسكت. نحرو نحير الجمل لان انانيه في حبي. نزيدو الثاني نيكولا مادورو، كمشو هو والمدام ديالو، ما عرف الدقه كيف جاتو، شدو الشده ديال الدجاجه وحسنوا ليه بلا ما. حسن نصرو تقلبل في السما ومصارنو داروا بهم الجديد في لبنان. يمينا الدري صاحبي خدام بهذا الشيء اللي كيشارجيو، وهذا الشيء قالوا لي بالحرف. اما خرينكو قالوا جاب الربحه وانتقل الى الرفيق الاعلى. وكلامي صحيح. انا لله. انا لله وانا اليه راجعون. شكون اخر بقى مصاحب مع التبون؟ ونبسط لكم ونبسط للشعب الجزائري اللي كيشوف دابا. خالد العليان اللي غادي يبقى عريان في الجزائر، بغى يلعبها مزيان ادسنس ومشاهدات، ونسى الطعام اللي كلا في المغرب، ومشى عند دريت ايت لابا ريكت ايتو لقى غير الخلا والقفار. جمعوا الشعب في مره وغبروه، حيت معروف عليهم 10 في عقل، غادي يشوهوا راسهم بحال اللي تشوهوا مع سبيد. ايوا خونا خالد لقى غير المخابرات في طريقه، ما كاينه لا خربوشه ولا شعب يضيفوا من هنا ومن هنا، قرقبوا عليه مزيان وعطاوه اش يقول. زياره خالد العليان في هذا الوقت هذا بالذات راه ماشي اعتبار مخطط له من طرف المخابرات الجزائريه. ولا لاحظتوا في التصويره في الاستقبال قال لك مدير المطار هز معاه الولكي توكي ولا توكي وولكي ديال المخابرات. فاطمة يا قلبي مريض وهديل. السيد من مادس ولا يعطيها التقنبيل، عاداهم سخيط الوالدين، يشكر حتى في الولادين ديال الماء، ولا يعطي الكتب الصليه.
والله بلد رائع جميل ما شاء الله. شوف الروعة، شوف الجمال. أنا مغرم بالمنطقة المركزية هذه، خلاص بجلس فيها. انت راه كتشوف التخيلات، سير شوف داكشي اللي كتكبي. وناش كدير الكذوب والسباغه، ناري ناري ناري، تا واخا يكونوا مخلصينك ما تكذبش. حق الله العلي العظيم الا كتنز عليهم، انت كتنز عليهم، انت مشيتي ديرهم اضحوكه. حتى النافوره مغيصه، الغيص في النافوره وكتقول روعه، انت كدرتي ليها. سيدي ولا يدير الافلام القصيره مع المخابرات. قال لك روح تفطر الجزائري، هو الجزائري قال لك روح تفطر عندنا الجزائري. ما كاين اللي عرض عليه، راه غير كيمثلوا مع بيضياتهم. قال لك روح تفطر، هاو جاي هاو جاي. الله يكرمكم. جايين. الله يكرمكم. معزوم. هذا الولد هذا معزوم. انا عرفت ما حبش يجيني. انا عرفت ما حبش يجي. الله يكرمكم. ايوا مرافقة منواله كتجبد البالة. عطيتكم كلمة شرف. نخرج على بوكم جملة. شايل اللهم مولاي المغرب اللي قاسك ديما يخيب. ايوا من سعدو ميمونو، السعوديه خلقات الحدود وهو بحال تما في الجزائر. شتي هاد الروينه كامله عرفتي شكون اللي بقى فيها؟ بقى فيها ذاك خالد العليان او حلف الجزائر يا جدك، لحقاش رسميا السعوديه وقفات الرحلات الجويه اللي عندها اللي كتخرج واللي كتدخل ليها وقفاتها يا جدك، يعني غادي يصوب رمضان كامل. ولكن نسولكم واحد السؤال، شوفوا معايا هاد التصويره، ها السيد ما كياكلش عندكم ولا قتلتوه في الجوع؟ او شوف كي ولا ضعاف مسكين، وشنو كتوكلوه السم ولا؟ كنتي في المغرب ربيتي الحنيكات بالرزق، غلاضيتي تبارك الله بالبركه ديال الماكله المغربيه والمطبخ المغربي الزوين الجميل اللذيذ المتنوع، داوك تما وليتي كتصور الماكله اللي ما كتاكلهاش، راه غير كيتصور مع الماكله راه ما كياكلهاش. اش داك اصاحبي، اش داك ديك البلاد اصاحبي، راه الشيطان وما كيمشيلاش. ايوا جالسين في امان الله، كندعيو مع خوتنا اللي في الشرق الاوسط اللي كلاو الدق من ايران حتى كيخرجوا لنا واحد الهبال كاينين عندنا في المغرب. قالك كيتضامنوا مع خامينكو ورباعتو. اش بان لكم نجمعوا والديهم جمله ونصيفطوهم لبلدهم الاصل اللي هي ايران ونتسناو من هاد السبيطار ديال الحمى. الجاليه الايرانيه المقيمه في المملكه المغربيه الوحيدين اللي كيتضامنوا مع جميع الشعوب، مع جميع القضايا، مع جميع البلدان، الا القضيه ديال بلادهم والا مع ولاد بلادهم. اوالو ما تبقاش تصدم لك مع الصحراء المغربيه ولا وقف دار شي مظاهره على الصحراء المغربيه لا والو، كتلقاه كيتضامن مع الناس، كتضامن مع البوليزاريو. في خبركم والله حتى كيتضامنوا حتى مع البوليزاريو. علاش؟ الله اعلم. الكلب من بكري كان حدو الزريبه، ولكن ملي دسترناه وربيناه بيناتنا وجلبناه ليه ونعسناه في فراشنا ما تجيكش غريبه الا دار هادشي. انت تفهم لي كاع هو وحدين في المغرب ما عرفوا كاع لا خامين لا خامين او لا طرانب لا بعيد كل البعد مع الرقاع حريره وباطبوط يضرب الكاس مع الباطبوطات دوك معمرين 7 الزلايف ونضرك كدير مظاهرات هو حقا لا ما تضربوش ايران. واش داك ثلاث وايران تركزوا وانت مالك اصاحبي؟ والله اخويا ما فهمت بالله. وجات السلطه الله يعطيهم الصحه تيشتوا لك في عباد الله حيد لك منها تاش من مظاهره من درتوا مظاهره على الناس الحوز مساكن نهار وقع الزلزال على الفيضانات عاش ما بنتوش هنا نقصتي حتى ايران تدافع خامينكم النهار ولدت امه وهو كيحفر المغرب في الاخير يجي وحدين يقولوا لك راهم مغاربه كيتضامنوا معاهم. يلا اجي اللي كتدافعوا على ايران وكتدافعوا على الشيعه وانتم السنيين، شوفوا معايا هذا الفيديو هذا وشوفوا كيفاش السنيين او كيفاش الشيعه كيحماقوا على السنيين. تفرج هذا الفيديو هذا وغنسولك واحد السؤال في الاخير ضروري. هسه انا شو بنظرك؟ انا مسلم سني، انا مسلم سني موحد لله سبحانه وتعالى، شو بنظرك؟ انا كافر ولا كيف؟ كافر زنديق في نار جهنم وبئس المصير. لا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كافر زنديق ملعون ابليس اشرف منك واطهر. الله يهديك يا شيخ امير، الله يهديك يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا علي لو ان عبدا عبد الله 1000 سنه وقام 1000 سنه واعطى 1000 سنه وصام 1000 سنه وزكى 1000 سنه واعتكف في الجبال لا يفعل شيء الا يعبد الله وجاء بغير ولايتك والبراء من أعدائك أبو بكر عمر عثمان عائشة والمقصرة
أكبه الله على منخريه في نار جهنم. بعد ما سمعتي الفيديو شنو بالك؟ فقط انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، قال لك مصيرك جهنم. يعني الا دافعتي عليهم راك واحد منهم، وحنا كنعرفوا ان المسلمين كيدافعوا على خوتهم المسلمين ماشي على الشيعيين، وراكم شفتوا الشيعه كيفاش كيبغيوكم. السؤال اللي بغيت نقول لكم، باقيين تشجعوا ايران؟ صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب هو ما تمشيش هرب على المسؤوليه ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عاميا، لانه تيقول ان الامام هو اقرب الى الله من الملائكه المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحجج ما اقول هنا على المنشور اللي كان تيتوزع في مراكش في يوم 6/1/84. خليكم منه بعد الفقرات ديال الامام كذلك، وراه مقبوطين صحابو، وحتى بعد وللاسف بعد المحامين صوار تعملوا التدريب ثم تقبضوا. يقول ليكن في علمنا أن وضعيتنا الراهنة المريرة ليست نتيجة لحرب الصحراء التي يشنها النظام الملكي المهزوم على الشعب الصحراوي البطل، والتي يذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا، وليست نتيجة للجفاف كما يدعي الحسن السفاك. أنا تنقرأ شنو ما تيرهبنيش، بل راجع إلى نهب خيراتنا من طرف الأمريكان والأعداء. وزيد على هذا النبض. وها إيران هذه قتل هنا تيضر الفلوس بابي كلاسي والصور الأولى. صاحبنا الخميني تبدأ في هذه الأيام المصيرية التي يمر بها العالم الإسلامي، حيث يعيش مخاضا صعبة، يجتمع أناس يدعون تمثيل الشعوب الإسلامية ويطلقون على جمعهم هذا مؤتمر القمة الإسلامي، والأجدر أن يسمى قمة التآمر الجاهلي. هؤلاء هم الحكام المتسلطين على رقاب شعوبنا الإسلامية، والذي لا يكاد ينجو واحد منهم من ارتباطه بالعمالة لإحدى الشيطانين الأكبرين أمريكا وروسيا. وزيد على الناج في الصفحة الأولى والثانية. وسبحان الله كاع اللي متحالفين ضدنا متشابهين حتى في السلوكية. هل تعلمون بأن السلحفاة من أسرع الحيوانات؟ ولكن لما أجاها خبر وفاة الحسين من الصدمة تجلطت أرجلها. اني اهل الكهف كانوا في المنطقه تاع شمال افريقيا بالضبط في الجزائر. مازال ما توصلوش الى دلائل، مازال ماشي سيغ، ولكن انا اصلا جاتني زعما غريبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. في لاعب نعم شاط الكرة بنية الهدف. لاعب عادي، إنسان شخص عادي؟ لا. ولا من آل البيت؟ من آل البيت. هو من آل البيت. نعم، وشاط الكرة ولكن الحارس صدها وكانت النية للهدف. كيف كانت النية للهدف؟ شادها وصدها الحارس. وصدها الحارس. الحارس في النار والكرة في الجنة. إذا كان هناك لاعب من آل البيت لا يجوز أنك تعرقله أو أن تصده. جاءوا إلى سيدي عندما اصطادوا سمك هذا الكنعد. أتعرفون سمك الكنعان؟ فعندما صادوه لاحظوا أنه أملس. شنو أملس؟ أملس. إيه أملس. الساعة 1 طبعا على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله هذا أكو نوع من السمك احنا نسميه الكنعد. قال له هذا ما بي، قال شنو حلال أو حرام؟ قال له بلا حلال. قال له هذا ما بيفلس. قال له هذا حيوان سيء الخلق هذا السمك. أنت تتكلم قد
هذا السمك هل يجوز أكله؟ فماذا قال؟ قال يجوز، ولكن هذه السمكة سيئة الخلق. حيوان سيء الخلق، لأنه وين ما يشوف صخرة يحتك بها، يشوف له شجرة يحتك بها. شنو سيئة الخلق؟ أي أنها كان لها حرافيش أو ما يسمى بالخرافيش أو الدرافيش حق السمك. إيش يسمى يا أخي؟ قشور. نعم، قشور للسمك. فكانت كلما تدحوشت، شنو تدحوشت؟ أي شنو؟ تزعططت في أي سمك أخرى، تتناضل أي تتساقط قشورها حتى أصبحت ملساء. أن هذه السمكة تمشي وهي هاي، وهذا السمك يعني يعتبر سيء الخلق لأنه يأتي وهو بالحامورة بعض الأحيان الرموش. القضية حامضة وما كتبشرش بالخير. ايه عمي التبون، كدور كتجبتيها في راسك. بقاو كتزريطو، بقاو كدوروا حتى غادي تجيبوها في المؤخرة ديالكم. السفارة الأمريكية اللي كاينة في الجزائر حطت واحد المنشور في موقع إكس، وهذا المنشور كيقول: نحث جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الجزائر على التسجيل فورا في البرنامج ستيب لضمان تلقي التحديثات العاجلة والمعلومات الهامة في الوقت المناسب. أمريكان هنا كتطالب المواطنين ديالها اللي كاينين في الجزائر بالأخص وبالتحديد باش يتسجلوا في برنامج ستيب فورا، باش إلا كانت القضية حامضة بالزربة يخرجوا من الجزائر. بعد ما أمريكان لاحظت أن الجزائر كتحاول دير شي مناورات باش تساعد إيران. المهم يا اما تحرك ديك الثقبه الكحله ديالها ولا سوخوي ولا الاسكارسو، وهي تنزع عليهم امريكا دارت لهم ديك حذاري رد البال تبون واش القريحه، راهو اقسم برب العزه ونسيقوا الاخبار انكم غير عندكم النيه ديال المساعده ديال ايران 40 ساعه غنحي الجزائر من الخريطه. نتمنى من المواطنين الجزائريين يعتقوا رؤوسهم ويتفكوا من التبون ورباعته، راه امريكان ما معاش الضحك وفعلا ناويه على خزيت. تبون راه كيدير مستحيل باش يحيدكم من المؤخره، غادي يردوكم في المؤخره وغنجيبوها في مؤخرتكم. البيت الابيض: نحن بعلم لتحركات الجزائر بنيتها مساندة ايران وتم تحذيرها من اتخاذ هذا القرار. هاودني منك، قالت لكم امريكان اسي كوشي بابوجي ولا غادي نحي لكم السروال. الله عقاد وقد الله عليه. اللي يشوف غلط ويسكت ما يصحش يقعد في وسطينا ولا يعمل راسه براسه. نتكلم ولا ما نتكلمش؟ نتكلم ولا ما نتكلمش؟